الصحابي اللي هنتكلم عنه النهارده من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد معايا كده شوية عنه. أول حاجة هنقول عنه معلومات. المعلومة الأولانية إنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان سنة 6، وبيعة الحديبية بعدها على طول برضه سنة 6، وفتح خيبر سنة 7، وحضر غزوة حنين. يبقى حضر 4 مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين يا ترى الصحابي ده؟ هو الصحابي اللي هنتكلم عنه النهارده هو صحابي من صحابة سيدنا رسول الله. اتوفى سنة 75 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي اللي هنتكلم عنه النهارده كان كل قبيلته كانت بتحبه، لدرجة ان النبي لما بعته بعد ان اسلم الى قبيلته جرهم اسلمت جميع القبيلة لانهم كانوا يحبون ذلك الرجل. الصحابي اللي هنتكلم عنه النهارده هو صحابي كان له امنيه ان هو لما يموت ما يتخنقش عند الموت، وكان يتمنى ان يلقى الله ساجدا. الصحابي اللي هنتكلم عنه النهارده كان عنده يقين بالله تبارك وتعالى، لدرجه ان النبي لما اتكلم عن فتح الشام قال له يا رسول الله اكتب لي حته من ارض الشام، مع ان لسه ما فتحناهاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم انبسط منه وقال يعني أترون ما يقول هذا؟ فقال والذي نفسي بيده لنفتحنها يا رسول الله. وكان ده يقين بثقة سيدنا رسول الله. الصحابي اللي هنتكلم عنه النهاردة روى 40 حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي يا جماعة مش مشهور، لكنه من صحابة سيدنا رسول الله. 40 حديث يرويهم إنه سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه. صحابي من صحابة سيدنا رسول الله، أسلم على إيد سيدنا رسول الله، حضر فتح خيبر، حضر الحديبية، حضر بيعة الرضوان، وحضر كمان غزوة حنين رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو ثعلبة الخشني هذا زي ما قلنا كان له أمنية عظيمة خالص، إن هو كان بيقول للصحابة يعني إني لأرجو الله أن ألقاه وأنا ساجد، واتمنى الا يخنقني الله كما اراكم تخنقون. انتوا عارفين اللي بيموت يا جماعه بيبقى بيتخنق كده عند الموت. قال لهم لي امنيه ان انا نقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا ساجد ما اتخنقش. في ليله من الليالي رضي الله عنه وارضاه راح يصلي في الليل، وراحت بنته كده حست ان هو الصوت هس، فنادت على امها وقالت يا امي اين ابي؟ قالت في مصلاه. فزوجته راحت تنادي عليه فورته لقى الله وهو ساجد، قبضه الله وهو ساجد. ودي كانت امنيه من امنيه سيدنا ابو ثعلبه الخشني رضي الله عنه وارضاه. روى 40 حديث لسيدنا رسول الله. الحديث المشهور اللي هو الحديث اللي رواه اللي النبي نهانا ان ناكل كل ذي ناب من السباع، اللي هو النبي حرم فيه اكل زي القطط والكلاب والنسور وكلام من ده. هذا الحديث رواه سيدنا ابو ثعلبه الخشني رضي الله عنه وارضاه. ونقول كمان عنه سيدنا أبو ثعلبة الخشني روى 40 حديث، منهم حديث سيدنا رسول الله إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها. وهو برضه روى من 40 حديث، روى حديث عن سيدنا رسول الله إن كان النبي لما بيروح مسافر وبينزل كده في وادي، فكان الصحابة يتفرقوا شمال ويمين في الشعاب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما الصحابة عرفوا ذلك من سيدنا رسول الله، كان رسول الله إذا نزل واديا الصحابة ما كانوش بيتفرجوا وكانوا بيناموا في ريح بعض. لما النبي قال لهم تفرقكم من الشيطان بدأوا يتجمعوا ويناموا في ريح بعض، حتى إن الصحابة بيقول لو كان النبي رمى عليهم ثوب لضمهم جميعا. إنه الصحابي أبو ثعلبة الخشني توفى سنة 75 من هجرة سيدنا رسول الله. عايزين نعلم أولادنا حب الصحابة، لأن في خطر شديد هجوم على صحابة سيدنا رسول الله. القرآن بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مدح عظيم لصحابة سيدنا رسول الله. ربنا يرزقنا شفاعة النبي وحب صحابة سيدنا رسول الله، فهو دليل على حب الله وحب رسوله. لا تنسوني من صالح دعائكم. أبو ثعلبة الخشني.